يا ابن شمس الدين، أين قلته؟ أين قلته؟ أنا نزلت صوتية قبل أن ينزل كلامه، أنا نزلت صوتية قبل أن ينزل كلامه هذا الذي ملأه بالفجور في الخصومة في مفتتحه. أنا نزلت صوتي وقلت فيها ما يسر الله أعان حينها، وبينت أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ازداد هدى بعد هدى، وهذا كلام ابن عباس رضي الله عنه وليس كلامي أنا، وهو كلام الحسن وكلام قتادة وكلام من لا يعرف ابن شمس الدين إلى آثارهم سبيل. هذا رجل إنسان عامي، والله يا إخواني أصدقكم القول، لو أضعه في دماغي أقسم بالله لأعرينه علميا. رجل فارغ، وأنا أقول له وليشهد العالمين، لو كان رجلا يخرج معي في مناظرة، لو كان رجل معنى كلمة رجل يخرج معي في مناظرة، وليأخذ الوقت ضعف ما أخذ أنا، إن كان رجلا في السر في العلن يخرج معي في مناظرة لأبين للناس أنه كذاب وعامي ومفتري وليس رجل حقيقة. إنسان يصل لهذه الدرجة يفجر شيء أنت سمعته مني حتى تقوله. أقول طيب أنت لم تختار المحاججة والمناظرة، طيب عدم اختيار المحاججة والمناظرة تلزمني بلازم المتكلمين الذي قالوه على آثار رؤية في الباب، جنس النظر والطلب ثابت في كلام السلف، ونقله الناس في تفاسيرهم غير معترضين ولا منكرين له. هذا هو طلب العلم حقا. هكذا تريد أن ترد على خصومك؟ تظن أن هذا ينطلي على، ممكن ينطلي على من لا عقل له، لكن الناس تميز. أنا ما قلت هذا أبدا. انظروا كيف افتتح الفيديو وأنا لن أسمع